هذا اطيب مطعم اردني بمدينه العين، وهي فلافل الجبن. انا ليس صانع محتوى، واليوم اجتنا دعوه لزياره فلافل السلطان اللي موجود بشارع عود التوبه. اول شيء فلافل السلطان مو بس فلافل، عندهم شاورما دجاج وشاورما لحم بس بالطريقه الاردنيه، بس الخبز اللي بيقدموه خبز فريش بيطلع من عندهم من المطعم، وعندهم هون قسم مشاوي متكامل بس النكهه اللي بيقدموها نكهه اردنيه، بالاضافه لقسم المعجنات يلي عندهم يلي بيتضمن مناقيش شاميه او خبز فريش بيستخدمونه بسندويشاتهم بالمطعم. ووصلنا على القسم المميزين والمختصين في قسم الفلافل يا صديقي. شوفوا لي على الفلافل الفريش تنزل من الماكينه للزيت مباشره. طبعا الفلافل عندهم 3 انواع، نوع ساده ونوع محشي جبنه ونوع محشي بصل وشطه. واو هذا هو التميز. وليكمل التميز عندهم قسم عصائر كلياته فريش وطبيعي، لك وطلع عندهم قلايات بس بيستخدموا زيت الزيتون الاردني. اول شيء هي القلايه الصاجيه، شوفوا لي المناظر والروايح بتشهي القلب. ولا صار وقت الخضره تنزل. ايه بهرنا ياهم زبطنا الامور. وهلا صار دور قلايه البندوره يلي بالطريقه الاردنيه طبعا. يا جماعه هي قلايه البندوره اللي بيميزها الثوم والفلفل. اكتبوا لي بالتعليقات انو بتحبوا القلايه الصاجيه ولا قلايه البندوره. يا جماعه طلع عندهم مقالي باذنجان زهره بطاطا، وبيستخدموا خبز الفريش اللي ذكرت لكم اياه وخبز الكعكه. اوف 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 شو هاد؟ هي القلايه الصاجيه، شوفوا لي على هالصفره الكامله. واو. وطلع عندهم فتات وتسائي. يا سلام. هي كانت زيارتنا من مطعم فلافل السلطان. انا ما عاد فيني قاوم. اذا حابب تكون انت الفيديو الجاي علق لي بليش صورني. كان معكم ليث، سلام.